وصفة النهاردة هي أكلة كده لذيذة جدا اسمها بريوش. هي أكلة فرنسية، وكلمة بريوش هي كلمة فرنسية في الأساس. حاجة كده جميلة جدا. مخبوزات فاخرة بالبيض والزبدة واللبن، ده شيء أساسي. لكن أنا النهاردة هعملها لكم بطريقة جميلة جدا، بمكونات غالبا هتكون متوفرة معانا في كل بيت. معايا حوالي نص كيلو من الدقيق، لو احتاجنا دقيق هنضيف. ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، معلقة صغيرة جدا من الملح، وكمان معايا علبة من الزبادي، ومعايا بيضة، وكمان معايا حوالي 5 معالق من السمنة أو الزبدة الصفراء. طبعا دي المكونات الأساسية، ممكن نستبدل الزبادي باللبن، طبعا على حسب المتاح والموجود. هبتدي أضيف أول حاجة معايا هنا الزبادي، هفكه كده بمعلقتين من المية علشان أعرف أدوب الخميرة والسكر ونص معلقة من الملح فيهم كويس. بعد كده هبتدي أدوبهم كويس جدا. طبعا مع التقليب المستمر كل المكونات دي هتمتزج كويس جدا وهتدوب معايا. الخلطة دي هتخلي العجينة معايا تحفة جميلة جدا، وكمان ريحتها أجمل. هبتدي هنا أضيف البيضة، لكن هخلي منها حوالي معلقة للتلميع قبل دخول الفرن. زي ما انتوا شايفين هدوبها كويس وهضيفها على المكونات بتاعتي، لكن هخلي منها حوالي معلقة واحدة بس. هبتدي أمتزج كل المكونات دي كويس جدا. بعد كده هبتدي أضيف الدقيق. طبعا لو احتاجنا دقيق أثناء العجن هنضيف، أو أهم حاجة طبعا إن احنا نعجن كويس جدا، يعني مش أقل من تلت ساعة عجن. وهبتدي أضيف السمنة أو الزبدة الصفراء في آخر العجين، كده هلم بيها العجينة وهعجن حوالي 10 دقايق كمان. كل ما نعجن كل ما تدينا نتيجة مظبوطة جدا، وتدينا نتيجة جميلة جدا للعجين. العجين مهم جدا إن احنا نطول في العجن. هنا طبعا أنا سبتها بعد ما عجنتها، سبتها تخمر حوالي كده نص ساعة أو أكتر شوية علشان الجو برد شوية. وخلاص بعد ما ابتدت تخمر معايا هبتدي أشكلها. التشكيل سهل جدا على حسب الشكل اللي انتي حباه. أنا هنا هعملها كور صغيرة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهبتدي أدهنها سمنة كويس جدا من كل الأطراف علشان ما تلزقش معايا، ولما أطلعها من القالب تطلع معايا بسهولة. طبعا هبتدي أرصها في القالب كده كور جنب بعضها بالشكل ده. دي من أسهل وألذ الطرق اللي ممكن تعملي منها بريوش. طريقة سهلة جدا فعلا، بسيطة، وكمان بتدينا شكل نهائي جميل جدا. طبعا الأكلات دي ممكن تستخدميها للفطار، أو كمان ممكن للانش بوكس المدرسة. هي بصراحة ريحتها وطعمها جمال جدا. حاجة كده سهلة، وعلى فكرة ما بتاخدش وقت ولا مجهود، وكمان مكوناتها بسيطة. هنا بعد ما حطيتهم في القالب بالشكل ده، طبعا القالب اللي متاح معاكي ممكن تحطيهم في صينية عادية، لكن علشان أنا عاملة كمية صغيرة فحبيت أحطهم في القالب يكون طويل وصغير بالشكل ده. وهسيب طبعا البريوش في القالب يخمر مش أقل من نص ساعة علشان يبتدي يخمر معايا كويس جدا. وهنا بعد ما خلاص اختمر معايا كويس جدا، هبتدي طبعا أطلعه، أدهنه من فوق بمعلقة البيض اللي أنا شلتها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هتديني تلميعة جميلة جدا بعد ما تطلع من الفرن، هيبقى شكلها تحفة. وكمان ممكن تضيفي عليها على الوش كده سمسم أو حبة البركة، هتدي شكل وريحة جميلة جدا. هدخلها الفرن على درجة حرارة غالبا هتكون عالية. بعد كده هوطي النار شوية علشان خاطر تستوي كويس جدا. خدت معايا في الفرن حوالي كده ربع ساعة، كمان ممكن أقل.
زي ما انتوا شايفين طلع الشكل النهائي تحفة جميل جدا. كمان الشكل ده كل اللي شافه حبه جدا. شكل لطيف كده وجميل، والأطفال كمان هيحبوه. الريحة مش عايزة أقول لكم على الريحة، فعلا تحفة. ريحة المخبوزات عموما لما تكوني عاملة المكونات مظبوطة وكمان مكونات كلها مناسبة مع بعضها تديني ريحة جميلة جدا جدا. طبعا السفنجية معايا هشة جدا، طرية جدا فوق ما تتخيلوا. طعمها فعلا تحفة، وأتمنى ان انتوا تجربوها بنفس طريقتي.